هحكي لك دلوقتي أشهر القصص القصيرة عن الفضائيين. بس مبدئيا أنا عن نفسي مش بصدق بوجودهم، والله أعلم. ما بحبش أطول عليكم، ويلا بينا نتشارك الفكرة. في سنة 1993 وتحديدا في أستراليا، كانت راجعة أسرة بالليل متأخر بعد ما كانوا في رحلة أو زيارة يعني لأحد الأصدقاء. المهم لما كانوا سايقين العربية على الطريق العمومي، فجأة كده ظهرت في السماء مركبة فضائية وبدأت تقرب من الأرض بالتدريج، زي ما تكون هتهبط فوق الأسرة. طبعا هم قاعدين في العربية ومركزين مع المركبة، وكانوا في حالة من الدهشة والذهول من اللي هم شايفينه. حسب كلامهم يعني إن هم أول مرة في حياتهم يشوفوا منظر زي ده قدام عينيهم، وكمان قريب منهم بدرجة كبيرة. ساعتها المركبة وجهت ضوء ساطع شديد جدا ناحيتهم، وفي لمح البصر الكل أغمى عليه وفقد الوعي في ساعتها. بعدها بشوية ناس معدية على الطريق وشافوا عربية الأسرة مركونة على جنب. نزلوا علشان يطمنوا عليهم ويعرفوا ايه اللي حصل لهم، ولما لقوا حالتهم سيئة جدا قاموا بنقلهم على طول للمستشفى. وبعد ما تم إسعاف الأسرة وكل واحد فيهم فاق من الغيبوبة، كلهم حكوا نفس الأحداث بتاعة المركبة الفضائية. الغريب إن كل أفراد الأسرة اتصابوا بنفس المرض، وهو ألم شديد جدا والتهابات في كل عظام الجسم والمفاصل، وصحتهم أصبحت سيئة ومتأخرة بعد الموقف ده. وبعدها بفترة قريبة كان حصل موقف مشابه للقصة دي مع راجل تاني هو وزوجته، كانوا معديين برضه في نفس الطريق وتحديدا في نفس المكان. القصة التانية ودي حصلت مع أخين من أمريكا، واحد اسمه جاك والتاني اسمه جيمي، وصديقهم التالت وده اسمه تشاك. المهم التلاتة بيشتغلوا فنانين في مدينة ماين، وفي يوم من الأيام قرروا إن هم لازم يطلعوا رحلة لبحيرة أيجل لايك، والأحداث دي حصلت معاهم في سنة 1976. باختصار وهم في البحيرة فجأة سمعوا صوت دوشة عالي جدا جاي من فوقيهم. أول ما بصوا لفوق علشان يشوفوا الصوت ده جاي منين وإيه مصدره، ضرب في عينهم ليزر أبيض ما قدروش يفتحوا فيه أبدا. فطلعوا بسرعة من البحيرة، وأول ما وصلوا عند الشاطئ هما التلاتة أغمى عليهم في نفس الوقت. أول ما فاقوا لاحظوا إن الحطب اللي كانوا مولعينه من شوية كله اتحول لرماد، وده بيدل إن هم خدوا وقت طويل جدا في الغيبوبة. الغريب إن من ساعة ما الموقف ده حصل معاهم وهم التلاتة بيحلموا في المنام بنفس الكابوس، وهو إن في كائنات فضائية بتنزل من السماء وبتخطفهم وبتاخدهم عند الفضاء الخارجي علشان تعمل عليهم تجارب سرية. الأطباء لما سمعوا بالأحداث بتاعتهم دي عملوا لهم اختبارات نفسية وحطوهم على جهاز كشف الكذب. والأغرب كمان إن نتيجة الاختبار بتقول إن هم صادقين في كل كلامهم. وفي النهاية منهم اللي تعب نفسيا ودخل المصحة، ومنهم اللي مازالت الكوابيس بتراوده في كل أحلامه مجرد ما ينام. ولحد هنا القصص خلصت. لو حبيتوا نعمل أجزاء تانية قولولنا في التعليقات. ما تنسوش كمان تقولولنا إيه رأيكم، هل أنتوا بتصدقوا بوجودهم ولا لأ؟ آخر حاجة ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك لو عجبك المحتوى اللي أنا بقدمه، وشارك الفيديو علشان القناة تكبر بيك وأقدر استمر معاك الفترة اللي جاية. سلام.